السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى اهاليكم بإذن الله. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ كده نخش في الحلقات بتاعة الأردوين. زي ما متفقين احنا ان شاء الله ميعادنا يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع. فبإذن الله النهاردة هنبدأ نخش بقى في إن إحنا نسطب برنامج الأردوين واللي هنشتغل عليه اللي هو البرنامج الأساسي بالنسبة لنا في الكورس. وبرضو هوريكم كذا سيموليشن، كذا خيار سيموليشن نقدر نشتغل عليه برضو بإذن الله. فيلا بينا نبدأ كده على طول، وإن شاء الله يكون الموضوع سهل عليكم. وزي ما انتم شايفين كده انا فتحت المتصفح بتاعي جوجل كروم، او لو انتوا بتستخدموا مايكروسوفت ايدج او اي متصفح تاني، وهنكتب فيه اردوين اي دي اي ونبحث. هيطلع لنا اول موقع عندنا اللي هو Bring Your Projects، ده هتخش عليه هيفتح معاك بالشكل ده كده. قدامك بقى ايه؟ قدامك كذا اوبشن، يعني كذا نسخة قدامك، سواء الاردوينو اي دي اي او الاردوينو لاب او ايا كان النسخ اللي موجوده. احنا هننزل اللي هي النسخه العاديه خالص اللي هي اردوينو اي دي. وطبعا هنا بنختار سواء انت ويندوز او ماك او لينكس او ايا كان. طبعا احنا ويندوز، هنقول ويندوز 10 او الاجدد اللي هو ويندوز 11 يعني. هندوس داونلود، هيبدا التنزيل على طول معانا. هرجع لكم تاني بعد التنزيل. واول ملف جبته على الديسكتوب نفتحه كده مع بعض، ندوس عليه مرتين كليك وهندوس اي اجري. التصديق سهل خالص، هتقول نيكست انستول وخلص الموضوع. يعني الموضوع مش بياخد اصلا صعوبة خالص، ومش بياخد خطوات كتير، بتستنى بقى ان هو يتحمل معاك وبعد كده يشتغل على طول. ورجعنا لكم مرة تانية يا شباب. دلوقتي هو اتحمل معانا وبقى بالشكل ده كده. هتدوس فينش، هو تلقائيا كده هيفتح لنا الأردوينو بعد ما يتسطب. بياخد بس دقيقة كده. وطبعا مش بياخد الوقت ده كله لما بيجي يفتح يعني ايه على طول، لا هو بس أول مرة بياخد الوقت ده كده، لأن لسه بيسطب التعريفات بتاعته ولسه في بعض الملفات ايه ما خلصتش. دلوقتي بتقول له انستول اول، اللي هي التعريفات دي مهمة جدا، لأن ايه بتفرق. أو كمان من غيرها في حاجات كتير أوي مش هتشتغل في البرنامج، سواء التعريفات أو المكاتب. تستنى كده لغاية ما يحمل المكاتب دي، وبعد كده نرجع مرة تانية. ماشي، دي الواجهة بتاعتنا بعد ما طبعا البرنامج اتسطب وكل حاجة تمام. طبعا هنا بنكتب الكود بتاعنا. معلومة كده سريعة، تعالوا نشرح حاجة بسيطة كده لغاية ما نخش في الجزء التاني من الحلقة، لأن الحلقة دي متقسمة جزئين. لو أنت على المنصة فالحلقة متقسمة جزئين، لو أنت على يوتيوب برضو هتلاقيها متقسمة جزئين. تمام. تعالى بقى نبص هنا سريعا كده. هنا بنكتب طبعا الكود بتاعنا. أهم حاجة الفويد سيت اب والفويد لوب، وهنتكلم عنهم بالتفصيل أكبر، ونتكلم عن أول كود ده معانا النهاردة، ونطبق كمان في الجزء التاني من الحلقة. بس فده برنامج الأردوينو باختصار. من هنا بتعمل نيو سكتش اللي هو يعني ملف جديد تكتب فيه الكود. بتدوس عليه كده بيفتح لك نفس الواجهة دي بالظبط. آه، هو فتحها. عندك برضو هنشرح البرنامج أكتر فيما بعد. تاني بقى حاجة النهاردة معانا هي السيموليشنز في برامج كتيرة جدا ليها. عندك مثلا من أشهر البرامج مالت سيم، وعندك برنامج زي البروتوس، وعندك برنامج عندك موقع زي تينكر كاد. أنا الصراحة حابب أوي الموقع تينكر كاد لسبب واحد، إنه بيجيب لك المكونات أو الكومبوننتس بتاعتك بشكل حقيقي. على الأقل حتى لو أنت مش قادر إن أنت تشتري الهاردوير
software حقيقي دلوقتي معاك أو تشتغل على أرض الواقع دلوقتي، فهتقدر عن طريق الموقع ده تطبّق زينا زيك بالضبط، وإن شاء الله هو ده الموقع اللي هنشتغل عليه. ولو أنتم حابين إن إحنا نشتغل على simulation تاني أو حابين إن إحنا ننوّع في البرامج قولوا لي، وبرضه إيه مع بعض هنضبّط الدنيا. فتعالوا كده نخش على الموقع ونعمل account مع بعض. أول حاجة هاكتب اسم الموقع اللي هو tinkercad، هو أول موقع ظاهر لك في البحث، هتدوس عليه. دي الواجهة الأساسية بتاعة الموقع. طيب سريعًا كده هنخش نعمل sign up، نعمل account، نعمل sign in من هنا، ونختار personal account ونختار جوجل. فهو سريعًا كده أنا اخترت الaccount بتاعي وهادوس agree. هنا بيقول لك الدولة اللي أنت قاعد فيها، طبعًا مصر. نختار عيد ميلادي كده سريعًا. بس هي دي كل البيانات المطلوبة منك عشان تعمل account. ماشي، دي الواجهة الأساسية بتاعة الهوم بتاعتك. تقدر تعمل ديزاينات سواء 3D design أو circuits أو code blocks. حاليا احنا هنشتغل على circuits، تمام، ده اللي احنا عايزينه. فهندوس على create your first circuit design. بس ومن هنا هو فتح لي بصوا كل المكونات اللي أنا محتاجها، سواء بريد بورد أهي، سواء بطارية، لمبة، ريزيستور. عندنا تقريبا أغلب المكونات اللي احنا هنحتاجها، سواء البيزكس أو أول مثلا عندك كل المكونات تقريبا اللي انت هتحتاجها إن شاء الله خلال الكورس، بما إن الكورس بيزكس بس. تمام. واللي حابب طبعا إن هو يشتري المكونات على الحقيقة فيقدر يشتريها عادي جدا وينفذ معانا. بس طبعا يبقى مخلي باله لا يحرق أي حاجة منه، يحرق اللمبة أو يحرق الموتور أو يحرق أيًا كان اللي هنشتغل بيه. تمام. وإن شاء الله في الجزء التاني من الحلقة بقى هنتكلم هنعمل أول application مع بعض بالأردوينو، إن إحنا نشغّل لمبة، سواء اللمبة الداخلية في الأردوينو أو لو هنشغّل لمبة خارجية، وهنشرح كود سريع كده وتابعونا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الجزء التاني من الحلقة، زي ما قلت لو انت في المنصة فالحلقة هتلاقيها متقسمة لجزئين، لو انت على يوتيوب فهي برضو هتبقى متقسمة لجزئين بس في نفس الفيديو. تمام. خلينا بقى سريعا كده نتكلم عن الأردوينو وناخد تطبيق كده عملي بسيط عليه، عشان بإذن الله من المرات الجاية هنبدأ نبني بقى واحدة واحدة كده مع بعض معلوماتنا، سواء في الأردوينو أو في السي أو في الإلكترونيكس. فبإذن الله أي حاجة نظري ناخدها زي ما اتفقنا إن إحنا هنطبق عليها. فيلا بينا نبدأ كده من غير ما أطول عليكم في المقدمة. أول حاجة، ليه تفتكر الأردوينو أونو بالذات معلق مع الناس كلها؟ يعني تلاقي الطلبة في الكلية عايزة أردوينو أو بتستخدم أردوينو، الناس اللي بتعمل مشاريع أو حتى بتعمل مشاريع بسيطة كإلكترونيكس أو كده، أو حتى ما بيدرسوش دراسة أكاديمية، الناس دي برضه بتستخدم أردوينو. تروح لإنستراكتور ما فينصحك بأردوينو. مش يعني ليه الدنيا كلها بتتكلم عن أردوينو أونو بالذات؟ هقول لك ببساطة، لأن الشريحة دي غير إن هي بسيطة، إن هي رخيصة بالنسبة للمايكرو كنترولرز التانية، وفي نفس الوقت بيتوفر فيها كل العوامل اللي انت محتاجها كمبرمج أو كمهندس إلكترونيكس. سواء عندك البنات مثلا الأنالوج، الديجيتال، البي ام دبليو، فيها البروتوكولز زي اليو اي ار تي، زي الاي تو سي. الشريحة بتاعة أردوينو بتضم حاجات كتيرة أوي ممكن تتعلم عليها كمبتدئ. ده غير إن هي سهل إن أنت تتعلمها، سهل إن أنت تطبق عليها، سهل إن أنت توصل فيها الأسلاك بتاعتك أو الجامبرز. ده غير إن فيها مداخل كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة.
ده غير. فالشريحة مثالية بطريقة رهيبة بالنسبة للناس اللي هي بتبدأ، ده غير إن هي open source. open source يعني إن أنت تقدر تعدل عليها زي ما في شركات عملت لنا غير الأردوينو أونو، عملت إصدارات تانية بالأردوينو بأشكال مختلفة. فيعني الأردوينو مش مجرد شريحة كده وخلاص، لأ، هو شريحة بجد ليها تقلها، من ناحية إن أنت بتتعلم كتير أوي عليها. وغير كده إن هي زي ما قُلت كل الحاجات أو كل العوامل اللي بتجتمع اللي بتخلّيها فعلًا شريحة مثالية لأي حد بيبدأ. فسريعًا كده يالّا بينا نبدأ على طول، من غير كلام نظري كتير، ونبدأ شرح. باقول لك أول حاجة الmicro controller. زي ما أنت شايف كده معايا بالmouse، ده الmicro controller اللي معانا في الArduino Uno. بيبقى مكانه هنا كده، وطبعًا هو بيركب بطريقة معيّنة. شايف العلامة دي هي اللي بتعلّم بيها، أو بتتعلّم بيها إن أنت تركّبه بطريقة صح، لإن لو ما ركّبتوش بالاتجاه الصح هيبوظ طبعًا. تمام. الشريحة اللي هي ال80 ميجا 320B أو AT ميجا 320B، سميها زي ما تسميها، مش هنختلف. المهم إن الشريحة دي أو الmicro controller ده، أو الmicro processor عفوًا، ده اللي هو موجود في الmicro controller اللي اسمه Arduino. يعني حرفيًا هو فيه كل اللي أنت محتاجه من شريحة زي كده. فيه CPU، وحدة معالجة مركزية، في ذاكرة زي ما كنا متكلمين قبل كده في الحلقة اللي فاتت عن micro processor وmicro controller. في إن أنت تقدر توصّل فيه الأسلاك بتاعتك. صح. يعني إيه، يعني الconnections اللي موجودة أو الرجول اللي موجودة في الAT ميجا 320 تقدر توصّل عليها عادي جدًا. طب إحنا ليه حطيناه في الArduino Uno؟ عشان أسهل. أسهل من ناحية إن أنت كواحد مبتدئ لسه مش هتقعد تعمل توصيلة صعبة جدًا عليك. لأ، أنت عندك رجول جاهزة أو بنات جاهزة تقدر توصّل عليها من غير أي تعب. في طبعًا الذاكرة اللي هي الEEPROM اللي هي 1 كيلو بايت، في ذاكرة SRAM 2 كيلو بايت، في flash memory اللي هي 32 كيلو بايت، في طبعًا المعالجة أو سرعة المعالجة الأساسية للmicro controller ده 16 ميجا هرتز. فأنت قدّام حاجة كويسة جدًا ومفيدة جدًا لحد لسه بيبدأ. تمام، زي ما ذكرنا قبل كده. فيالّا نخش كده ونتكلم عن المداخل بتاعة الأردوينو. زي ما أنت شايف كده المداخل قدّامك، سواء الUSB Type B اللي هو المدخل ده طبعًا بتوصّله عادي USB، بتوصّله بالكمبيوتر، والType B بتاعك بتوصّله للأردوينو أونو. تمام. ده مدخل بيدّيك 5 فولت وبيخلّيك تقدر ترفع الكود بتاعك من على الكمبيوتر، ما فيهوش أي صعوبة يعني. عندك مدخل تاني اللي هو 9 فولت اللي هو بيبقى بالشكل ده كده، بيتوصّل هنا. ده بيدّيك من 7 ل12 فولت. طب هتقول لي طب إزاي من 7 ل12 فولت على الأردوينو؟ هو مش الأردوينو ب5 فولت بس؟ أيوه، فيما بعد هنتكلم عن حتّة إن في voltage regulator، ونيجي أهي للحتّة دي، منظم جهد أو voltage regulator. ده بيثبّت الجهد عند 5 فولت. طب هتقول لي طب وال7 أو ال12 لو أنت مدخّل 7 أو 12، ففي 2 مثلًا فولت زيادة، أو في 7 فولت زيادة بيروحوا فين؟ بيروحوا كحرارة. منظم الجهد بيودّيهم كحرارة. تمام. طبعًا بيقول لك برضه إن هو بيحوّل الجهد إلى 5 فولت و3.3 مستقر. تمام. ليه؟ لإن في بِنّة تانية زي ما هنقول قدّام، دي عبارة عن 3.3 فولت بِن. تمام. دي تقدر توصّلها مثلًا لو عندك حاجة بتشتغل ب3.3 زي sensor أو motor. تمام. نخش بقى على طول، قُلت لك الmicro controller قبل كده اللي هو الATmega ده الكل في الكل في الشريحة. تقدر طبعًا دي معلومة لازم تبقوا عارفينها، الATmega تقدر تشيله في أي وقت، يعني تحرق عليه الكود زي ما أنت عايز، وبعد كده تشيله وتركّبه في حاجة تانية وتشغّله عادي جدًا، وتجيب micro controller تحطّه وهكذا. تمام. طيب، عندك إيه تاني؟ عندك زرار reset اللي هو بيبقى هنا ده. ده بيعمل إيه؟ بيعيد تشغيل البرنامج. مش
زي المعلومة الشائعة عند الناس إن هو دايمًا بيفصل الأردوينو أو حاجة، لأ، هو بيعيد تشغيل الprogram اللي أنت حارقه أصلًا already على الأردوينو من الأول. تمام، تمام. عندك ICSB header، ده اللي هو بيبقى هنا كده. ده عبارة عن إيه؟ ده لو أنت مثلًا عايز توصّل على المايكرو كنترولر على طول، أو محتاج حاجة مثلًا sensor أو أيًا كان بيحتاج بروتوكول SPI مباشر، فهتقدر برضه توصّل مباشر عن طريق ده، وتقدر تعمل reset عن طريقه. يعني هنتطرق للجزء ده فيما بعد يعني قدّام. تعالوا بقى نخش على طول على الslide اللي بعدها ونتكلم عن الpower pins. الpower pins باختصار عندك في pin 5 فولت، ده الفولت الأساسي يعني اللي ممكن توصّل من خلاله للمكونات اللي معاك. عندك برضه 3.3 فولت، زي ما قُلت قبل كده إن هو ممكن يستخدم مع sensors معيّنة. عندك عندك 2 بِنّة ground عشان خاطر تقدر تغذّي بالسالب، وبرضه بعد كده هنتكلّم أكتر عن الحتّة دي. عندك اللي هو الPIN اللي هو الVN اللي هو هنا ده، الVN ده أقدر أدخّل الأردوينو جهد خارجي من 7 ل12 فولت من غير ما أحتاج إيه، اللي هو الUSB cable. نخُش على طول على الdigital pins عشان ما نضيّعش وقت في الكلام زي كده. أنا زي ما أنتم عارفين أنا حابب إن أنا إيه، أدّيكم الحاجة عملي أكتر. دلوقتي عندنا إيه في الشريحة دي، عندنا 14 بِنّة digital. تمام. طيب مترقمين من 0 ل13، من 0 ل13 يعني 14. تمام، عشان لو حد يعني غلطان في الحساب أو حاجة. الدبابيس دي كلها أو البنز دي كلها بتشتغل بمنطق 5 فولت و0 فولت high أو low. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هتتعلموا عن الحتة دي وهتفهموا أكتر الحتة دي، فيعني مش هاطوّل فيها. تمام. وبرضه هتعرفوا الlimitations اللي عندك على كل بِنّة وكده. تمام. أهم حاجة بس تبقوا عارفينها إن اللي هو البِنّة رقم 13 معاها LED مدمج هنا، وهنختبر الموضوع ده دلوقتي مع بعض. وعندك الRX والTX دول متخصصين بالبروتوكول بتاع الUART اللي أنا كنت قُلته قبل كده في أول الحلقة. وبس يعني الdigital pins هي high وlow، يعني 0 أو 1 تقدر تطفي لمبة، تشغّل لمبة، تشغّل موتور، تطفي موتور. هو مجرد 0 أو 1، تطفي أو تشغّل. تمام. برضه هنتكلم عن الADC أو الanalog pins. باختصار هي دي أرقامهم من A0 لA5. هي عبارة عن 6 مداخل أنالوج. أقدر من خلالها زي ما أنا كاتب لك كده تقدر تقرا جهد بيتراوح من 0 ل5 فولت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلًا لو عندي sensor، في بعض الsensors بتشتغل digital وبتشتغل analog. تمام. بس أنا لو عايز أشغّله analog أو الsensor اللي معايا يشتغل analog بس، فهو بيقرا لي قرايات مختلفة، مش بيقرا لي 0 و1. يعني مثلًا sensor حريق فهو ممكن أشغّله digital من ناحية اللي هو إيه، أول ما يحس بحرارة يدّيني إشارة، فبالتالي ساعتها أعرف إن إيه، في حريق. طيب في لأ، أنا عايز حاجة دقيقة أكتر، لأ عندي الanalog بقى لمّا أشغّله analog إيه اللي بيحصل، بيدّيني قرايات معيّنة. يعني عادي لو زادت حرارة لدرجة معيّنة، فأنا عارف إن الحتّة دي هتزيد فيها الحرارة بدرجة معيّنة. طيب لو رفع بقى الlimit معيّن، لأ ساعتها تضرب الإنذار. تمام. فهو الanalog بيوفّر لك حتّة إن أنت تقدر تعمل يعني تعمل الحاجة بشكل أدق أو تشغّل الsensor بشكل أدق يعني. عندك محوّل ADC دوّة بيحوّل الإشارة الanalog to digital من اسمه يعني ADC. تمام. آآ عندك دقة 10 بت، دقة 10 بت يعني إيه؟ يعني هو عشان تبقى عارف ال10 بت يعني 2 أُس 10، 2 أُس 10 دي يعني 1024.
هتعرفوا الكلام ده يعني في الحلقة الجاية، ما تقلقوش، ما تستعجلوش على حاجة، يعني خدوا الكلام ده بصمجوه كده دلوقتي، وإن شاء الله قدام إيه هنتعلمه مع بعض. بس أخيرا كده وصلنا لنهاية شرح الأردوينو. تعالوا بقى إيه نخش نعمل الكود الأولاني ونتعلمه مع بعض، ونطبق كمان على اللي هو التنكر زي ما متفقين. تمام. طبعا دي الواجهة الأساسية للأردوينو أي دي إي زي ما انتم شايفين. فيها الفويد سيت اب وفيها الفويد لوب. سريعا، الفويد سيت اب هي اللي بتحط فيها السيت اب بتاعك، حتى بيقولك بت يور سيت اب كود. هي يعني ايه؟ ان انت بتحط مثلا البنه دي اوتبوت او انبوت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو البنه دي، لو مثلا انا موصل لمبه، اللمبه دي اوتبوت ولا انبوت؟ لا اوتبوت. ليه؟ لان هي خارج. طيب الموتور اوتبوت برضه. طب السنسور، لا ده انبوت. ليه؟ لان ده دخل. تمام. ففي السيت اب بنحط البنة دي سواء اوتبوت او انبوت، ويعني فيما بعد هتعرفوا استخدامات اكتر عنها. طيب الفويد لوب، الفويد لوب هي اللي بتحط فيها الكود بتاعك بتاع الاردوينو، مثلا ديجيتال رايت او ديجيتال ريد او سيريال. يعني ده المكان اللي بيتحط فيه الكود بقى بتاعك كله. تمام. برضو هنفهم ده لما بالممارسة، يعني نتعلم بالممارسة. ماشي. ده أكتر حاجة أنا بحبها. تعالوا كده سريعا نجيب اللي هو الكود بتاع بلينك. هندوس على فايل examples basics ونروح على بلينك. بلينك ده الكود بتاع اللمبة. تمام. هو كود لمبة بس. ماشي. هو فتحه معانا، نكبر الشاشة كده. طبعا عايزين تبقوا عايز ابقى معرفكم حاجة. شايفين ده يعتبر نوع من انواع الهاش في لغة السي. تمام. بيتفتح كده وبيتقفل كده، كل اللي في النص ده هاش ملوش دعوة، يعني ملوش لازمة. بس في نفس الوقت احنا ليه بنحطه بين العلامتين دول؟ عشان ما يأثرش على الكود بتاعي. ليه؟ لو انا شلت العلامة دي كده، بص، وعملت فيريفاي او حاجة، مش هيقدر اصلا يعمل فيريفاي، لان كل اللي تحت هيبقى متهمش. تمام. لو شلنا العلامة اللي فوق، بص الكلام ده بقى ايه؟ كأنه في الكود، حتى نور، مش بقى لونه رمادي زي الأول. فهتيجي تعمل فيريفاي أو حتى تعمل رun للكود، مش هيشتغل معاك. تمام. فهنروح باختصار كده نروح شايلين الكلام ده كده، أي حاجة فيها هاش. وفي طريقة تانية للهاش لو انتوا خدتوا بالكوا، اللي هي فيها ايه؟ تو سلاش. تمام. ده بعد ما مسحت الهاش اللي كان موجود. تعالوا بقى نشرح الكود الجاهز ده سريعا كده، ونحاول كده ايه نظبط الدنيا. البين مود، بيقول لك البين مود يعني ايه؟ بين مود يعني المود بتاع البنة، او البنة انت عايزة اوتبوت ولا انبوت زي ما حكينا. تمام. بيقول لك ليد بيلت ان. فاكرين ان الليد بيلت ان او الليد داية اللي موجودة في الاردوين وعلى بينا كام؟ لو فاكرين يبقى انتوا زي الفل. ليد ده 13، بينا قصدي 13. تمام. البينا 13 فيها ليد بيلت ان. تمام. فانت بتقول ان الليد دي انت عايزها اوتبوت. ماشي. تمام. بعد كده بتقول له ديجيتال رايت. الليد ده اللي هي البيلت ان دي عايزها هاي. عايزها هاي يعني ايه؟ احنا متفقين هاي يعني شغالها. تمام. شغل اللمبة. بعد كده قلت له ديلي. ديلي يعني ايه؟ ديلي يعني ان انت تثبتها 1000 ملي ثانية. 1000 ملي ثانية. 1000 ملي ثانية دي يعني كام؟ 1 ثانية. تمام. طيب هتثبت 1 ثانية. بعد كده قلت له ديجيتال رايت تاني. ليت بيلت ان لو. لو يعني ايه؟ يعني اللمبة تبقى بزيرو. زيرو يعني ايه؟ يعني اللمبة تطفي. تمام. وده قلنا هنتكلم عنه الحلقة الجاية بإذن الله بتفصيل أكتر. الديلي تاني 1000 ملي ثانية. يعني من الآخر الكود ده بيعمل ايه؟ لو انت خدت بالك، بيفتح اللمبة، يوقفها 1000 ثانية أو 1000 ملي ثانية، عفوا، اللي هو 1 ثانية هاي، يعني تشتغل 1 ثانية وبعد كده تطفي لو. بعد كده ايه؟ تطفي 1 ثانية وبعد كده تشتغل تاني، وهكذا اللوب شغال. لوب يعني ايه؟ دورة. تمام. فهو طول ما الكود شغال، طول ما ايه؟ اللمبة عمالة بتطفي وتفتح. تمام. هناخد الكود ده كده كوبي، ونروح على التنكر كاد عشان نجرب مع بعض. تمام. زي ما انتم شايفين كده، فتحنا التنكر كاد. هندوس على الأردوينو ونجيبه هنا كده، ندوس على كود. طبعا هيفتح لي شكل بلوكات كده. نختار تكست وندوس ان هو يشغل تكست. طبعا هو حاطط نفس الكود اللي معانا. تمام. بس
عشان زيادة التأكيد نحط نفس الكود أهو، اشتغل أهو. بعد كده إيه، ندوس start simulation. تمام. لو انتم مركزين كده بصوا، اللمبة بدأت تفتح ثانية وتقفل ثانية، تفتح ثانية وتقفل ثانية، زي ما احنا متفقين، صح ولا لأ؟ اللمبة هي بتشتغل ثانية واحدة وبتقفل ثانية واحدة. تمام. طب عايزين نخليها بدل ما هي بتشتغل ثانية، عايزينها تشتغل 5 ثواني وتطفي 3 ثواني وليكن. ماشي. فهندوس ستارت سيموليشن مرة تانية، فهي اشتغلت 5 ثواني، بعد كده ايه، هتطفي 3 ثواني، بعد كده تشتغل تاني 5 ثواني. تمام. فده الكود بتاعنا النهارده، كود بسيط خالص، يعني ممكن تجربوا ان انتوا تلعبوا شوية في الديلي. ممكن تجربوا حاجات تانية وبرضو تعرفوني يعني. ويا ريت تتواصلوا معانا على سواء واتساب او فيسبوك او تليجرام او اي وسيله تواصل. طبعا انا مش هطلب تاسكات النهارده لان الموضوع سهل خالص، يعني زي ما انتم شايفين. باذن الله من المرات الجايه يكون بقى في تاسكات، عايزكم تسلموها عن طريق درايف معين ونظبط الدنيا مع بعض باذن الله. ماشي. دمتم في رعايه الله وربنا يوفقكم.